عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال الملكه ديال الكركاع واللوز اللي كتجي اكثر من رائعه. غنشارك معكم الروتين ديال هاد الطلبيه وعدد الحبات وشحال عطاتني في الكيلو ميزان، ونتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم ومن اللايكات ومن التعليق زوينه بحالكم باش نزيدو نعطيو مزيد من الوصفات ان شاء الله. المقادير ان شاء الله اللي غنحتاجو في هذه الغريبه بسيطه وسهله. اول حاجه غادي نحتاجو هنا واحد كاس ديال السكر، القياس خديته بكاس ديال العنبه، الكاس الشهير. عندي هنا 125 غرام، كتعادلنا 125 غرام. وعندنا هنا 3 ديال المعالق ديال الكاكاو بودر، وعندنا هنا 50 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده، يعني شي حاجه زوينه. قريصه تاع الملحه، عندنا 2 معالق ديال الكونفيتير ومعلقه ديال ناباج، وهنا واحد الساشي تاع الفاني وساشي تاع الخميره. غنحتاجو هنا 50 غرام ديال التمر المعجون، انا صايبته في الدار، ولا بغيتو تاخذوه واجد راه كيتباع. وهنايا عندي 2 بيضات باش غادي نجمعوا هاد الغريبه. هنا كما كتشوفوا عندي 250 غرام ديال الكركاع اللي صهدته في الفران بحال هكا حتى كتشوفي القشره ديالو وبدات كتقشر. غادي غير تصهدوه باش تحيد لنا ديك الرطوبه وتقشر لينا شويه القشره. وبالنسبه للوز حتى هو عندي 250 غرام، غير صهدته صافي غير شويه لان مازال تابع غريبه الطياب، يعني ما غاديش نحمروه 100%. صافي هنايا ملي غادي نزولوا القشره غادي نطحنوا مزيان حتى يولي على شكل دقيق. وكذلك نفس الشيء اللوز، يعني وريتكم هنايا غير طاوه دخلتها بحال هكا الفران. صافي ملي غادي نطحنوهم غنخلطوا مع بعضياتنا غريبه وتشوفوا باقي المراحل. بعد ما طحنت اللوز والكركاع كيوليو على هذا الشكل، يعني كيوليو مسمدين، ما كنطحنوهمش 100% وما نخليهمش يعني مهرمشين بزاف، يعني بين وبين بحال هذا الشكل. صافي غناخذوا هنا واحد القصريه وغنبداو بسم الله. اول حاجه غادي نديرو غنخويو بهذا اللوز والكركاع. كما قلت لكم عندنا هنايا في المجموع 500 غرام، يعني 250 غرام في كل حاجه. غنضيفوا السكر، غنضيفوا الكاكاو المر النواشف كاملين. غناخذوا هنايا معجون ديال التمر كما قلت لكم صايبته في البيت، ممكن تاخذوا داك الجاهز. غادي نضيفوا الزبده وشويه تاع المليحه. غادي نضيفوا الكونفيتير مع الناباج، الدور ديالهم كيعطينا واحد التركه في المعلكه. نضيفوا الساشي تاع الفاني، كيس ديال الخميره ديال الحلويات، الوزن ديالها 8 غرام. كما كتشوفوا غادي نخدموا مزيان هاد الزبده مع الكونفيتير مع هاد النواشف اللي ذكرنا، وغادي نحاولوا نجمعوا بالبيض. بالنسبه للبيض كيبقى على حساب شحال غادي يقدكم، يقدر يقدكم 2 ولا 3 على كما كنعرفوا على حساب حجم البيض واش كبير ولا صغير. وملي كنديروا البيض حنا كنشوفوا ما تجيناش جاريه وما تجيناش قاصحه عاوتاني، يعني تجينو بين وبين. المهم حتى نخدم مزيان هاد النواشف كي كتشوفوا بحال هكا. خدموا اللوز والكركاع اللي مطحونين مع الفاني مع الخماره مع السكر سنيده ومع الكونفيتير وداك العقده تاع التمر اللي درنا. غادي تخدم كلشي مزيان على هذا الشكل، وضروري حنا كنخدموا حنا تنجمعوا بحال هكا باش كلشي كيتلبس لينا. المهم غنستمر على هذه الكيفيه. عاد نبقى نزيد البيض مزيان، غنزيد دوك 2 ونشوف واش كافيين. الا ما كفاونيش غنزيد وحده، ما كفاوني نكتفي بداك القدر. المهم كما قلت لكم البيض كيبقى على حساب الحجم ديالو، على حساب واش جمع لينا ولا لا. صافي هنايا غنبقى نجمعها ونرجع معكم. هنا غادي نخوي داك البيض وغنحاول نجمع الغريبه على هذا الشكل، شفتوا. وبالنسبه للكاكاو الا بغيتوها ما يجيكمش اللون غامق ديروا 2 معالق، بغيتوها هكا بحال اللي درت انايا جاني اللون هكا غامق درت 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر. المهم هانتوما كي كتشوفوا هنا درت 2 بيضات هانتوما وتجمعات ليا، وفي نفس الوقت كنحاول ندلكها. السر هو في هاد الدليك باش كتجينا معلكه على سموهم المعلكات نسبه انهم خصهم يجوا معلكين. السر هو انك لاله مولاتي تخدميها بالكف ديالك باش كتعطيك ديك النتيجه اللي بغينا.
وكنخليوها ترتاح باش كتشرب شويه. عاد كندوزو نكوروها، ممكن تخليها من ساعه حتى لساعتين. كنتي مزروبه اقل حاجه نص ساعه. اللي ما مزروباش وبغات تصايب على اتساع، تصايبها بحال هكا وتبيتها في الثلاجه لغد ليه تكورها، كتنقص عليها الخدمه وكتعطي واحد النتيجه زوينه وكتجيها لذيذه اكثر. بالنسبه لي جاتكم خفيفه كنزيدوا واحد معلقه ديال الكاكاو، عفوا معلقه ديال الطحين ولا معلقه ديال اللوز بودر. انا غنزيدها واحد المعلقه ديال الطحين لان جاتني خفيفه. كما شفتوا راه كما قلت لكم البيض كيبقى على حسب واش كبير ولا صغير. انا درت غير جوج حيت الا كانت جاريه بزاف غادي تصيح لينا ملي غادي نكوروها، ولا كانت العقده بحال هكا قاصحه يعني قاصحه هكا القوام ما غاديش تشقق لكم. نتمنى نكون فتكم بهاد النصائح. هنا غادي نخليكم، غنمشي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، واللي ما بغاش الدقيق الابيض ممكن كي قلت لكم دير واحد المعلقه كبيره ديال اللوز بودره مطحون. كما غنوريكم بعد ما زدت واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، ها هي تجمعات عندي وكتبقى شويه كتلصق في اليد، ولكن هكا خاصها تكون. غادي نخليها تشرب ليا مده ساعه ديال المكانه، وغنغطيها بواحد البلاستيك باش ما تنشفش ودير واحد القشره من الوجه. ديك الساعه غادي نكورها مع بعضياتنا ونفندوها في السكر كلاصي ونكملوا معكم التزيين وطريقه ديال الطهي، وغنشرح معكم جميع التفاصيل الممله. بالنسبه للتزيين اللي غنحتاجو في هاد الغريبه، خديت هنا بياض بيضه خلطت مع شويه تاع الزهر وكنخلطهم مزيان باش كيحيد لنا ديك الزفوره. وغنحتاجو انصاف بحال هكا ديال الكركاع هكا، وغادي نحتاجو السكر كلاصي اللي كيكون سبيسيال، ضروري يكون سبيسيال ويكون مغربل باش كنحيدو دوك الكويرات. وخديت هنا الميزان هو اللي غنستعين به ان شاء الله، وغادي نعبر قدامكم الكويرات. صافي هنا غنبقى ندهن اليد ديالي بابيض البيض، وكنهز شويه من الغريبه اللي بعد ما ارتاحت ليا وكنكورو هنايا واحد جهد 20 غرام. كتجيني زوينه مقدوده. ها نتوما 20 غرام غنديرو في الغراماج. اللي بغات دير 18 غرام غتجيها شويه صغيره، اللي بغاتها تجيها بين وبين، لا كبيره ما صغيره. كنعاود ندهن يديا وكنرميها في السكر كلاصي، ودرتها انا في واحد الساشيه باش كتجيني مفنده وكتجي هي هذيك كي غتشوف معايا في الفيديو. كنفضل ابيض البيض حيت كاين اللي كدير ماء الزهر وكتهز وكتبدا تكور. انا تنفضل ابيض البيض حيت ابيض البيض كيلصق عليها وكيخلي السكر يكون قابط عليها، عكس الا درنا غير الماء الزهر. صافي بحال هكا تنبقى نكور ونديرها 20 غرام كي كتشوفوا معايا بحال هكا، وندهن اليد ديالي ونعاود ثاني نكورها على هذا الشكل. غنستمر حتى نسالي هذه الكميه كامله. غادي نوريكم كيف كتجي. صراحه هذه العمليه كتجيني مزيانه وكتخرج ليا غريبه فينيه مقاده كي كتشوفوا. بعد ما كناخذ واحد الطاوه ضروري كتكون مفرشه بهذا الورق باش ما كتلصقش لكم وما تخسر لكمش غريبه. هنا كما غنوريكم غريبه ما شاء الله راه كتخرج كي قلت لكم مفينيه مقاده بالسكر كلاصي وتيبقى قابط عليها، عكس الا درتيها غير في ماء الزهر. وحتى هاد الساشيه كتعاون بحال كناخذوا هذيك السكر وهذيك غريبه تيجي قابط عليها السكر مزيان بحال هكا على هذا الشكل. المهم انا درت معكم هاد ثلاثه باش نوريكم كيفاش كيجيو. هنا غادي ناخذ نص كركعه هو باش غادي نزينو، وغادي نبرك غير شويه ما نبركش بزاف باش ما تجيناش عاود فتحه بزاف هذيك الغريبه. يعني غير كنشوفوها دخلت شويه وكنحبسوا بحال هكا. واللي خافت ما تقبطلهاش نص كركعه راه ممكن نعطيك واحد الحيله انك تقبطي هكا. البنات اللي تيخافوا ما تقبطلهمش ديك نص كركعه ممكن ديريها في ابيض البيض وتبركي بحال هكا. شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله راه كتجي روعه سهله ودغيا كتوجد. ومني غنكمل معكم غادي نشرح لكم الطريقه ديال الطياب ديالها. هنا كما شفتوا معايا الكويره اللي عبرتها في الميزان فيها 20 غرام. بعد ما كندهن يدي بابيض البيض كنرميها في الطاشيه وكناخذها
وكتخرج ليا ملبسه بالسكر كلاصي بلا ما نحتاج ندير طبيسيل ونمرمدها فيها. يعني هكا لقيتها طريقه زوينه وعمليه. كنتمنى تجربوها في جميع غريبات اللي فيهم سكر كلاصي، لان هاد العمليه كتسهل عليك الخدمه وكيجيو فينين وكيجيو قابط عليهم السكر كلاصي، عكس الا درناهم غير هكاك في طبيسيل وكتبقاي ترميهم لهم السكر كلاصي. نتمنى تجربوها في جميع غريبات اللي فيهم سكر كلاصي كي قلت لكم. هنا غنستمر بهذه الكيفيه حتى نعمر الطاوه كامله على هذا الشكل. من بعد كنزينه بنص قرقعه. وغنعطيكم نصائح تقريبا هكا في الطهي. في هذه الاثناء الفران تيكون عندي شاله عليه من الفوق ومن التحت. ملي كنبغي نعمر اللاطه كنهزها غير بشويه باش داك السكر ما يطيحش ويبقى ثابت عليها، وكنديرها فوق الوجه ديالها. يعني كندير غريبه من الوجه باش كتشقق ليا، وما تفوتش 5 دقائق 6 دقائق بين الفوق والتحت باش ما تنشفش لينا في الطياب وتجيكم قاصحه، لانها خاصها تبقى معلكه كي كنقولوا. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه. كنزوقها بديك نص قرقعه بعد ما كنغطسها في ابيض البيض باش ما كنضمنش انه يطيح لنا ديك نص قرقعات، حيت كاين البنات اللي كيقول لك كيطيح لهم. جبت لكم هذه الحيله، نتمنى تجربوها وديروا بهاد النصائح اللي عطيتكم. غندخلها الطيب دابا بعد ما نعمر اللاطه. والعافيه كما كنقول لكم دائما الوجه ديالها باش كتشقق ونطلعها لتحت. يعني في المجموع ما بين 5 حتى 6 دقائق كتكون واجده. ملي كنخرجوها من الفران ما كنقيسوهاش حتى كتبرد تماما باش ما يطيحش عليها داك السكر وما تهرس ليناش. هي غريبه ديال المعلكه اللي شاركت معكم بعد ما خرجتها من الفران. هذه هي الكميه اللي حصلت عليها ما شاء الله. راه خرجت لي هنا 2 طاوات. غادي نقول لكم شحال خرجت لي في الميزان وعدد الحبات ان شاء الله. كما كتشوفوا السكر راه قابط عليها ما شاء الله، والاهم انها كتجي لذيذه ومعلكه كي كتشوفوا قدامكم. ها هو شفتوها. نتمنى تجربوها من الاستحسان ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي تاع غريبه تاع اليوم او المعلكه اللي شاركت معكم. ما شاء الله راه حطات ليا كيلو و223 غرام في الميزان، عطاتنا 47 حبه. الوزن ديال كل حبه راه درنا 20 غرام. نتمنى تعجبكم وتحضروها لوليداتكم افراد الاسره، حتى البنات اللي كيخدموا لي كوموند ديروها بعينيكم. زعما مغمضه كتستحق تجربه. وغيشكركم الكليان لان فعلا كتجي لذيذه وكتستحق. ما تنساوناش من لايك ومن الاشتراك والبارطاج.